واخيرا بدأ ازاله التبه العاليه في منطقه درباله. الصور اللي قدام حضراتكم دي في منطقه درباله قدام فتح الله بعد محطه فيكتوريا كده في اتجاه سيدي بشر. ليه الخبر ده مهم؟ التبه العاليه كتير اتكلموا عليها وفي منهم اللي قال انها مش هيتم ازالتها، وده طبعا هيعيق تمهيد الطريق ما بين قبلي وبحري. من اهم مميزات مشروع مترو ابو قير وخصوصا في المسار العلوي انه هيفتح الاتجاه القبلي على البحري، وازاله التبه العاليه في كل المسار ده هيخلي محور ملك حفني طريق كبير في الاتجاهين، وهيساعد كمان في استغلال المساحة اللي كانت موجودة داخل حرم قطار أبو قير إنها تضاف مساحتها للطريق، وبكده يكون عندنا محور مروري كبير جدا يخف الضغط شوية على طريق الكورنيش وعلى شارع أبو قير. مترو أبو قير من المشاريع المهمة جدا في محافظة اسكندرية واللي هتغير مفهوم النقل الجماعي في المحافظة الساحلية، كونه أول مترو بيتم تنفيذه في اسكندرية وأول مترو بيتم تنفيذه في مصر في محافظة خارج القاهرة. الأعمال كل يوم عن التاني بتزيد، وده علشان يتم تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن علشان يحل ويساعد في حل كتير من الأزمات المرورية اللي اسكندرية حاليا بتعاني منها. اسكندرية حاليا بيتم فيها مشروعات تطوير كتير ومشروعات طرق أكتر، لكن هيفضل مشروع مترو أبو قير هو المشروع الأهم والأشهر في محافظة اسكندرية. معروف ان مترو اسكندريه هيتم تنفيذه على عدد من المراحل، المرحله الاولى منه بدات من اول محطه مصر لحد ابو قير وبيتم تنفيذها داخل مسار قطار ابو قير، وعلشان كده يمكن المرحله دي تكون الاسهل في التنفيذ. لسه في مرحله تانية ومرحله ثالثه. مترو هيربط اسكندريه شرقها بغربها وهيربط مع وسائل نقل جماعيه تانية عن طريق محطات تبادليه زي محطة الدهرية واللي موجودة على مسار مترو اسكندرية في مرحلته الأولى، واللي هتكون بداية للمرحلة الثانية واللي هتكمل لحد العجمي، وبكده تكون محطة تبادلية بتربط ما بين أقصى شرق اسكندرية وأقصى غربها. وزي ما حضراتكم شايفين انه تم اكتمال معظم المسار العلوي لمترو ابو قير واللي بيبدا من اول محطه ابو قير لحد محطه الدهريه، وبعض المناطق كمان في شرق اسكندريه تم تركيب الاجزاء الجانبيه لجسر المترو العلوي، وجاري كمان حاليا تجهيز المسار السطحي واللي بيبدا من بعد محطه الدهريه وبيكون بدايته في محطه كفر عبده لحد محطه مصر. ده غير الاعمال اللي بيتم تنفيذها حاليا في ورشتين المترو، سواء ورشه العمره الجسيمه اللي موجوده في ارض شركه النحاس في حجر النوويه او الورشه الثانيه واللي موجوده في منطقه تصن. اعمال البنيه الاساسيه واللي بيتم تنفيذها في معظم المحطات حاليا سواء كانت محطات سطحيه او محطات علويه. في محطات دلوقتي بدات تبان على شكلها النهائي زي محطه العصافره واللي موجوده قدام محطه العصافره. كمان الاعمال متقدمه جدا في محطه من المحطات الجديده واللي تم استحداثها في مسار مترو ابو قير زي محطه كفر عبده واللي ما كانتش موجوده قبل كده في مسار قطار ابو قير. كل ده بيقول ان في رساله قويه جدا وفي عزيمه واراده ان يتم انجاز المشروع. بنتابع مع حضراتكم كل جديد في كل المشروعات اللي بيتم تنفيذها حاليا في اسكندريه علشان نفرح ببلدنا ونطمن ان اللي جاي احسن. لو حابين تتابعوا كل جديد في اسكندريه ده مكانكم الصح، تقدروا تشرفونا بالمتابعه. انا اخوكم مراد محمود ودي صفحتكم تركايه وحكايه.